مساء الخير يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في قناتي مطبخ مرموره. النهارده هنعمل مع بعض كبات حلوه جدا هتعجبكم. شايفين شكلها حلو ازاي؟ هنعملها النهارده بطريقه بسيطه وسهله وكمان اقتصاديه. شايفين الشكل بتاعها جميل ازاي والطعم بتاعها، عايزه اقولكم ان هو تحفه جدا. تابعوني بقى في الفيديو عشان تشوفوا الطريقه. بس لو بتشوفوا قناتي لاول مره يا ريت تدوسي علامه اشتراك وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك اشعارات فيديوهاتي الجديده. ولو انت متابعه قديمه للقناه يا ريت ما تنسيش تسيبي لايك وكمان تشاركي الفيديو لاصحابك. يلا مع بعض نشوف الطريقه. في الاول كده هنعمل كيكه شوكولاته بسيطه جدا، مقاديرها بسيطه قوي. انا هنا معايا كوبايتين من الدقيق، ومعايا كمان نص كوبايه من النشا، وربع كوبايه من الكاكاو، وكوبايه ونص من السكر، وكمان كوبايه من اللبن، ونص كوبايه من الزيت، واربع بيضات بدرجه حراره المطبخ، وهنا ربع معلقه صغيره من البيكنج صودا عشان الكيكه بتاعتي دي فيها كاكاو، ومعلقه كيك شيف، ودي معلقه فانيليا سايله انا بحطها على البيض عشان تضيع اي زفاره، ومعلقه من الخل. دي المقادير بتاعه الكيكه. اول حاجه احط المقادير الجافه مع بعض، احط الدقيق مع الكاكاو مع النشا، وكمان احط البيكنج صودا، وهحط معلقه من البيكنج باودر. هقلب بقى المقادير الجافه دي كلها مع بعض كويس جدا. حلو قوي كده. هجيب بقى الخلاط بتاعتي واحط فيه المقادير السايله، الاربع بيضات وكوبايه اللبن، وكمان هحط كوبايه ونص سكر، وهضربهم كويس في الخلاط. وبعد ما ينضربوا كويس هبدا ان انا انزل الزيت بالطريقه اللي انتوا شفتوها دي. خلاص كده المكونات السائله معايا جافه، هبدا ان انا احطها في البوله وهنزل بالمكونات الجافه عليها، وهبدا ان انا اضرب خلاص بالمضرب اليدوي. انا بعمل في الاول كيكه بسيطه كده، كيكه شوكولاته، عشان انا هعملها في الكبات. انا محبتش بس يعني اخد فيها وقت كبير، لان احنا بنعرف طبعا نعمل كيكه الشوكولاته مقادير بسيطه وسهله جدا زي اي كيكه شوكولاته عندك. هي المفروض بتتعمل بكيكه الفادج، بس انا عملت كيكه شوكولاته عاديه جدا عشان نقدر كلنا نعملها. خلاص كده المقدار بتاعي جاهز. انا جبت صينيه دهنتها بالزبده، وبدات ان انا احط الخليط فيها. هدخلها دلوقتي الفرن على درجه حراره 170، هتقعد حوالي ساعه الا ربع. خلاص كده هي طلعت من الفرن وبقت جاهزه معايا. هبتدي بقى ان انا اقلبها كده. طبعا سبتها تبرد قبل ما اشتغل فيها. بعد ما بردت هبدا ان انا اقطعها، هاخد جزء بس منها، هاخد نصها مش اكتر من كده. النص التاني هعمل بيه وصفه تانية، وقطعتها بالشكل ده عشان اقدر ان انا افرفتها. ممكن تحطيها في الكبه او تعمليها بايديكي. انا هنا عملتها بايديا زي ما انتوا شايفين كده. وجبت بقى الكبات اللي انتوا شايفينها دي، شكلها حلو جدا. دي من الاكليريك، بتتباع عند مستلزمات الحلواني، تمنها رخيص يعني الواحد تقريبا ب2 جنيه. دلوقتي هبتدي اعمل الكريمه. انا معايا هنا كوبايه من الكريم شانتيه، ونص كوبايه من الحليب المكثف، وعلبه قشطه بوك، وكمان معايا لبن مثلج. انا مش هقدر اقولك على المقدار بتاعه بالظبط علشان كل كريمه بتاخد كميه من اللبن. هحط كوبايه الكريم شانتيه وهحط عليها اللبن المكثف. هحط لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف، انا كنت عملته معاكم قبل كده، سهل جدا. وكمان هحط علبه القشطه. انا عايزه اقول لكم ان الوصفه الاصليه ما بتتعملش بكريم شانتيه، بس انا حابه اعملها اقتصاديه النهارده. بتتعمل بكريمه الخفق. طبعا كريمه الخفق بتبقى العلبه بتاعتها غاليه، فاحنا ممكن نعملها بالكريم شانتيه برضو، بتبقى حلوه جدا. وهحط اللبن المثلج، وهبدا ان انا اضرب بالمضرب الكهربي. شايفين بقى القوام بتاعها حلو جدا. انا عايزه القوام بالشكل ده، ولا جامد ولا سائل، حلو جدا كده. هاخد نص الكريمه واحطها في بوله تانية، علشان هعمل نوعين من الكبات. اول كب الاوريو. انا جبت باكوين من الاوريو وكسرتهم بالشكل ده وضفتهم على نص الكريمه. انا هنا جبت مكعب من الشوكولاته الخام، حطيت عليه نص كوبايه من اللبن، وعملت له حمام ميه سخنه او في الميكروويف. هبتدي ان انا اسقي الكيك بتاعي عشان يبقى طري كده وجوسي كده، يبقى حلو. طبعا الكيك ده زي ما قلت لكم دي الطبقه الاولانيه. هسقي الكيك بتاعي كله كده، وبعد كده بقى هبدا احط الكريمه. ودي هتبقى الطبقه التانية اللي انا كسرت فيها قطع الاوريو، بس مش حامله الكب بتاعي قوي لان لسه في طبقه ثالثه. وهبدا ان انا اساوي بالشكل ده. هعمل هعمل كل الكبات اللي معايا بالطريقه دي.
اهم حاجه بس ان انا اسويها من فوق كويس جدا، يبقى السطح بتاعي املس، ما يبقاش فيه ارتفاعات ومنخفضات. النوع التاني من الكبات اللي انا هعملها ده كب الروشيه. انا جبت بسكوت ويفر، اي نوع انتي بتحبيه وبتفضليه، وهنا معلقتين او 3 من النوتيلا، حطيتهم في الميكروويف حوالي 20 ثانيه، فبقوا سايلين معايا بالشكل ده. ابتدأت ان انا اقلبهم في البسكوت، ده بيبقى طعمه حلو جدا. دي بتبقى الطبقه التانية. طبعا اول طبقه انا حطيت برضو الكيك وسقيته، دي بقى الطبقه التانية حلوه جدا. وهبتدي برضو احط الطبقه التالتة اللي هي الكريمه بتاعتي اللي انا فصلتها في الاول، ده النص الاولاني اللي انا سبته اللي هو مفهوش قطع الاوريو. هعمل كل الكبات اللي معايا بالشكل ده. الكريمه دي حلوه جدا وطعمها حلو قوي، وكمان اقتصاديه، ما كلفتناش كتير. ودلوقتي انا جبت كميه من الجناش. طبعا انا مش هقولك الكميه بالظبط، على حسب العدد اللي انت عاملاه. انا طبعا دخلت الكبات دي الفريزر الاول لمده نص ساعه، وابتدات ان انا احط الجناش على الوش. لو ما دخلتهاش الفريزر والجو معاكي سخن او حر او كده، هتبتدي ان هي تخلط مع الكريمه، فلازم مهم جدا تدخليها التلاجة او الفريزر لمده نص ساعه بس عشان تجمد معايا. الكبات اللي انا بعملها دلوقتي دي كبات الاوريو، لكن كبات الروشيه انا هجيب برضو جزء من الجناش وهحط فيه قطعه من البندق واقلبها بالشكل ده. وهبتدي ان انا بقى احط ده الجزء الاخير بقى من الكبات بتاعتي اللي هي بتاعه الروشيه، هحطها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهفردها كده على الوش بالراحه خالص. حلو جدا كده. هعمل بقى كل كبات الروشيه بالشكل ده. طبعا بعد ما اخلص لازم ادخلهم التلاجة عشان الجناش ده يمسك معايا. شايفين شكلها حلو ازاي؟ دي بقى بتبقى طعمها تحفه جدا، حلو قوي كده. دلوقتي بقى بعد ما طلعتهم من التلاجة هنبدأ بقى نزين التزيين النهائي. انا هنا حطيت على كبات الاوريو وحدات اوريو، والكبات في كبات تانية برضو هبتدي ان انا اجيب مربى حليب احطها في قمع تزيين واعملها بالشكل ده، شكل مختلف برضو جميل جدا. على فكرة الكبات دي يا جماعة بتتباع غالية قوي، من 30 ل 35 على حسب المكان اللي انت فيه. وجبت بقى كده جزء من المكسرات، بندق بقى او عين جمل او اي حاجة موجودة عندك، يعني ما تكلفيش نفسك بالامكانيات اللي موجودة عندك، ممكن تعملي بيها. شكلها جميل جدا. عايزاكي تبدعي بقى في التزيين ده بتاعك انتي. شايفين شكلها حلو ازاي؟ والطبقات بتاعتي شكلها جميلة ازاي؟ بصوا حلو قوي كده. وهنا برضو تزيين بشكل تاني، جبت انصاف من البندق وهبتدي احطها داير ما يدور، شكلها حلو برضو. الافكار كتيرة جدا، يعني براحتك خالص. وهنا الكبات بتاعه الاوريو حطيت شوكليت شيبس بالشكل ده بطريقة عشوائية يعني، حلو قوي كده. هنا بقى عشان اقدر اميز بينهم، دي الشوكولاته اللي هي الروشيه، ابتدأت احطها على الوش. شايفين بقى شكلها حلو ازاي؟ وشايفين الطبقات بتاعتها. الكبات دي برضو كانت عندي، عملت فيها برضو شكلها حلو جدا. دي شوكولاته باونتي كانت موجوده عندي، ابتدأت ان انا اقطعها بالشكل ده واحطها فوق الوش، واحط برضو شوكولات شيبس، حلو جدا كده. طبعا اشكال التزيين كتير قوي، ابدعي بقى براحتك. التزيين ده ملهوش قاعده، يعني على حسب ذوقك وعلى حسب الامكانيات بتاعتك تقدري ان انت تزيني. احنا النهارده عملنا كب الاوريو وكمان كب الروشيه، ممكن تعملي انواع تانية كتيره من الكبات.
باي طعم انت بتحبيه وبتفضليه. في كب المندولين وكب الكندر وكب السنيكر، في كبات كتيره قوي باطعمه كتيره. ممكن انت تعمليها، سهله وبسيطه جدا زي ما انتوا شفتوا كده، وكمان اقتصاديه، والشكل بتاعها تحفه جدا. وكمان لو حابه تعمليه مشروع اونلاين بصراحه مربح جدا وتحفه جدا، هيمشي معاكي حلو قوي. لو عجبكم بقى الفيديو يا ريت ما تنسونيش بقى في اللايك والشير وسبسكرايب القناه. يلا سلام، باي باي.